صباح الورد يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتوا طيبين. بتمن علبة واحدة هنعمل 8 علب ل8 اشخاص، والعلبة بقى تكفي الشخص، مش يبقى قايم جعان. بنجيبه من بره غالي جدا، وبتبقى العلبة ما تكفيش طفل صغير. تعالوا نعمل الوصفة كلها في حلة واحدة بمنتهى السهولة واحلى من المطاعم. يلا بينا. اللهم اني وكلتك امري فكل خير وكيل، ودبر لي امري فاني لا احسن التدبير. رغيفين من الشامي قطعناهم مكعبات، حطينا في حلة كبيرة كده في حدود اكتر من ربع ازازه من الزيت. ما تخافوش الزيت كتير، لكن هنستخدمه في الوصفه كلها. حمرنا كده العيش بتاعنا بعد ما قطعناه مكعبات كده جميله شكلها حلو، وحمصناه نشلناه من الزيت. وهنبدا نجيب 3 بصلات كبار نقطعهم جوانح جوليان، شرايح تقوليها زي ما تقوليها، بس تكون رفيعه عشان تقرمش معانا. نقلبهم في معلقتين من النشا كويس جدا. ما عندكيش نشا تقدري تستخدمي الدقيق. بعد ما قلبنا البصل وغلفناه كويس بالنشا او الدقيق، نصفيه كده من الدقيق الزيادة أو النشا عشان ما يتحرقش في الزيت، اللي هو النشا أو الدقيق الزيادة. الزيت يكون سخن، تنزلي بالبصلاية، تبدأي توطي النار على البصل وانتي بتحمريه. هتفضلي تقلبي فيه لغاية ما يوصل للون الجميل ده. في ناس بتحبه متحروق أكتر من كده، تقدري تحروقيه أكتر من كده، بس خدي بالك وانتي بتشيليه لازم تشيليه درجة أفتح من اللون اللي انتي عايزاه، لأن هو بيغمق أكتر. ولما بتيجي تطلعيه من النار على ورق المطبخ او مناديل المطبخ، هنبتدي كده نفرده على مناديل المطبخ او ورق المطبخ بعيد عن بعضه عشان يفضل مخرفش كده وناشف وجميل، ما يطراش معانا. سيبناه كده على جنب. هنجيب كوباية من العدس بجبة وننقعهم كده، نكون غاسلينهم كويس جدا. ننقعهم في مية لمدة ساعة ساعتين 3 على حسب المتاح لك. في حلة هنجيب كبشتين من الزيت اللي احنا حمرنا فيه البصلاية، نصفيه من الشوائب ونحط فيه معلقة كبيرة من الثوم المفروم. نبدأ نحمره كده زي ما انت شايفة كويس جدا لغاية ما ياخد لون كويس قوي. وبعد كده هننزل عليه بمعلقة من الأسفة الصلصة المعلبة. تمام. الصلصة المعلبة مهمة جدا واحنا بنعمل الصلصة بتاعة الكشري جدا جدا جدا. هتديكي قوام وهتديكي اللون اللي انت بتشوفيه بره. فما تستهونيش بالخطوات البسيطة او بالتكات البسيطة، يعني هي مهمة قوي. هنقلبها كويس ونشوحها في التوم بتاعنا. ننزل بمعلقتين من الخل، وبعد كده بشفشق من الطماطم ضاربينه كويس بشوية مية قليلين على قد ما نقدر نكون مصفيين الطماطم قوي قوي. ننزل بالطماطم بتاعتنا المتصفية كويس قوي المضروبة في مية قليلة. وبعد كده هنقلبهم وننزل عليهم بتوابلنا، ملح وفلفل كمون كزبرة ناشفة. وكده هنسيب الصلصة بتاعتنا تتسبك وتتكتك كده مع نفسها على جنب. العدس بجبة بعد ما اتنقع ساعتين 3 هنزوده شفشق من المية، عليه معلقة من الملح، معلقة من الكمون، ونسيبه يغلي غلوتين بس. وهنقول كمان شوية ليه. باقي الزيت صفيناه على قد ما نقدر، وحطينا فيه 3 كوبايات من المكرونة الصغيرة جدا. ضروري المكرونة الصغيرة بتبقى كويسة قوي في الوصفة. بعد كده هنبدأ نشوح المكرونة لغاية ما تاخد، بصوا اللون الأبيض اللي انتوا شايفينه ده بس. بعد منها ياخد لون أبيض كده، نروح نازلين بكوباية ونص من الشعرية بتاعتنا، علشان الاتنين احنا محتاجين ياخدوا نفس الدرجة. لو نزلنا بالشعرية مع المكرونة، الشعرية هتاخد لون قبل المكرونة، فهيبقى اللون مش حلو. بصوا يا جماعة اللون واحد وجميل وتحفة. نزلنا ب3 كوبايات من الرز المغسول كويس جدا، وهنبدأ نشوح قوي قوي لغاية ما يتشربوا كمية الزيت اللي موجودة عندي جدا. كمية الزيت مش كتير، كمية الزيت مظبوطة علشان تخليلك كل حباية مكرونة كل حباية رز مفصولة عن أختها. هننزل كده بكوباية ونص من الشعرية اللي هي السميكة دي، بتتجاب من عند العطار. دي شعرية للكشري بديل للمكرونة الاسباجيتي. لو ما عندكيش هتنزلي بنص كيس اسباجيتي، وهتكسري عود الاسباجيتي على 3 أو 4. تمام. لو ما عندكيش الشعرية دي، بس دي جميلة قوي قوي للكشري. هننزل بالعدس بتاعنا كله بميته كلها، علشان كده انا غسلته كويس قوي قوي عشان انا محتاجة المية بتاعته، بتدي لون تحفة للرز. هنبدأ ننزل ولو احتاجتي شوية مية زودي شوية مية من عندك لغاية ما توصلي للسوق يعني مقاس المية المظبوط. ماشي.
هنبدأ نغطي أول ما يتكتك نوطي على الرز ونسيبه بقى على نار هادية. كبشتين من الزيت كنا راكنينهم على جنب اللي احنا حمرنا فيه البصلاية، ننزل فيه بمعلقة كبيرة من الشطة، الشطة تطلع ريحتها، خدي بالك عشان ما تشرقيش من الريحة. هننزل عليها بمعلقة من الصلصة المعلبة أو كبشة من الصلصة اللي احنا عاملينها على جنب للكشري، ونسيبهم على جنب. وبعدين هنا هنعمل الدقة، معلقة من التوم، معلقة صغيرة من التوم، معلقة كبيرة من الملح، معلقة من الكمون، معلقة من الكزبرة، ونقلبهم في بعض. معلقتين من المية، معلقتين من الخل، معلقة ليمونتين، والليمون جميل قوي بيدي تيست عالي قوي قوي للدقة. وهنحط كبشة بعد ما نخلص الدقة بتاعتنا ديت، نحط كبشة منها على طاسة الشطة اللي احنا عملناها من شوية. هنا الصلصة بتاعتنا خلصت. انا ما بسيبهاش لما تسبك وتنشف يا جماعة، انا باسيبها لما توصل للسمك ده، وكده صلصتي خلصت. في ناس بتسيبها تتسبك وبعدين تزودها ميه، ما بتبقاش حلوه تماما. هنا الرز بتاعنا خلص مفلفل، كل حبايه لوحدها. انتي ما تعبتيش ولا سلقتي مكرونه على جنب، ولا عملتي عدس لوحده، ولا شعريه لوحدها. تحفة سهلة، أطعم بكتير من الكشري اللي في كل حلة لوحدها. هتعجبك قوي الوصفة، يا ريت تطبقيها بالظبط. حتى الشطة دي خدي بالك حامية بس جميلة جدا لمحبي الشطة. هنا شوية العيش دول بيبقوا تحفة مع الكشري يا جماعة، يا ريت تجربيه. لما بيخش في المعلقة كده وانتي بتاكلي بيبقى تحفة فعليا. مش عايزة اقولك ان الولاد بيحبوه كده سناكس لوحده. هنا بقى زينا كده الطبق بتاعنا وحطينا شوية الصلصة، وبعدين هتحطي شوية بقى البصل الجميل المخرفش التحفة. ولو ما كانش عندك حمص كده متبقي عندك من بواقي العيد، ممكن تكوني قبليها بيوم نقعاه طول الليل وتقومي الصبح تولعي عليه، هياخد منك ساعة لغاية ما يستوي. وبالهنا والشفا. لو وصلتي معايا لغاية هنا واستفدتي بأي معلومة ولو بسيطة، يا ريت تعملي لي لايك وكومنت واشتراك في القناة بإيدك الكريمة وشير لحبايبك. أشوفكم على خير في وصفة جديدة. كل سنة وانتم طيبين. باي باي.